السلام عليكم متابعين مطبخ فؤاد توتا، يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهات مطبخ فؤاد توتا. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله صينيه سنجاري بطريقه سهله جدا وبسيطه. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي ولايك وشير للفيديو واشتراك لو اول مره تشوفونا. ويلا بينا نشوف هنعمل صينيه السنجاري ازاي. اول حاجه هنعملها طبعا هنجيب الصينيه اللي معانا اللي هنعمل فيها السمك. عايزه اقول لكم ان طريقه السنجاري طريقه حلوه جدا ومن انواع السمك اللذيذه يعني. وعندي الولاد بيحبوها. اول حاجه هنعملها هنجيب الصينيه بتاعتنا وهنحطها على النار ونحط فيها الزيت، نقدحه كويس، وبعد كده ننزل بمعلقه توم صغيره. طبعا زي ما انتم شايفين كده مقطعين البصل والطماطم وفلفل شرايح صغيره زي ما احنا شايفين. طبعا انا طبعا مجهزاها علشان ما اخدش معاكم وقت طويل. حبيت برضو اثر عليك الفيديو على قد ما اقدر. ومعانا هنا البهارات بتاعتنا هننزلها مع البصل والطماطم. والبهارات بتاعتنا فلفل اسود وكمون. طبعا احنا عارفين ان السمك بيحب الكمون فبنكتر الكمون شوية. وبهارات سمك. ولو عندك كاري او كركم ممكن تحطيه برضو. ومعانا هنا الملح. طبعا احنا بنشوحهم كويس جدا في الزيت. لان عارفين ان البصل بياخد وقت شوية في التسوية عن السمك. فبتشوحيه كويس قوي في الزيت وبتسيبيه شوية على النار لحد ما يدبل معاكي زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنجيب السمكة بتاعتنا، طبعا هنكون منضفينها كويس جدا من جوه وفتحينها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. في ناس برضو بتفتحها بطريقة مختلفة شوية، فطبعا انت بتعمليها على حسب ما انت حباها. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بكون منضفاها كويس جدا من جوه. وبنقعها الاول في شوية مية وملح وكمون وليمون. طبعا عشان تحوش معاكي اي زفارة في السمك او حاجة. وهبتدي طبعا بعد ما البصل استوى معايا شوية هبتدي احشي بيه السمك زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هي بتحب السنجاري. عارفين ان هو بيحب البصل والطماطم والفلفل يكون كتير شوية. وبعدين بتكون سبايسي شوية برضو. زي ما انتوا شايفين كده مقطعين عليها فلفل كتير علشان تكون حرة. وزي ما احنا شايفين كده معانا بسيبها شوية على النار. اهدي عليها النار شوية لحد ما تاخد معاكي 3/4 سوا. وبعد كده ابتدي انزلها معايا في الفرن. بعد ما بعد ما احنا شفنا كده بتستوي معاكي خلاص خالص. حطيتها شوية تحت في الفرن. وبعد كده شغلت عليها الشواية وطلعتها زي ما انتوا شايفين كده. ما بتاخدش معاكي اي وقت ولا اي مجهود. لايك وشير للفيديو وقابلكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.